اهو نفسك يا حاج. أهو. عرفنا بنفسك. انا الابله وفاء اللي توفت ام حسن كانت نور عيني وقلبي. جوزها قتلها قتلها قدام عياله، قتلها خانها قدام عيالها، وراحت الولا يحش عن امه، ضرب الولا وكان هيقتل روح. انا عاوزه حق بنتي يا ناس، حرام ظلم. ظلم لما بنتي تروح حضر كده شباب لسه ما فرحتش بدنيتي وحرم عيالها مني. ليه الغدر دي؟ ربنا اللي يعمل كده. ده احنا في شهر فضيل متفضل عند ربنا. ايه الغلبان اللي ما مش لاقي ياكل الناس بتديله؟ ايه بيعطفوا عليه بلقمه؟ احنا في شهر فضيل متفضل عند ربنا. ليه كده يا ناس؟ ليه الظلم؟ بنتي تتقتل غدر ليه؟ اللي كانت قابله قد الدنيا، طوب الارض كان بحبه، نور عيني، ولا حنسى اليوم اللي شفتك فيه يا وفاء، ولا حنيتك ليا يا وفاء ولعيالك ونظفتك يم، وكنت مطلعه عيالك لفوق وانت طالعه لفوق. غرمني، غرمنها يا ناس، غرمنها وحقد عليها عشان بتطلع يا وعيالي. اقول ايه؟ عمري في الدنيا يا راجل بغير من مراته وعياله؟ قولولي. انا كنت باكله واشرب ووديله، يتمر في كده، يتمر في الاطفال اللي الصغيره كده ليه يا بلاي؟ ربنا قال له اعمل في الاطفال كده. ده الولا ما عادش هيعيش بعد امه، ما عادش يقدر ياكل ولا يشرب. الولا وش زي الليمونه مش راضي، ولا بنت سم، ولا موقف هيتنسى للابد. وانا هربوهم، بس عاوزه حق بنتي النهارده قبل بكره، عاوزاه النهارده يتعدم، يودوه زي ما ودت بنتي في ليل. معلش بان، عاوزه حق بنتي الليل. ما تطولوش اكتر من يوم، لو طول اكتر من يوم يبقى مفيش عدل، مفيش عدل عندهم. عاوزك قضاء عادل من عند كده ربنا. طولوا، لا القضية ما تطولش كتير كده، عشان قلبي مش هيبرد والله، ولا بنام ولا عيني بتنام خالص. هو اعترف، الكلب اعترف، اللي خلي العيش الملح اللي اديتهوله وكله بايده. كان دايما بيشتغل معاها. كان بالشكل على المصاريف، على العيش المصاريف يا باش. كان بيتصل على العيش، على احسبي كلت جبت ايه عملت ايه. قلت له يا ابراهيم مش بحسب على اللوم، ما حدش بيحسب اللومه يا ابراهيم. يقول لا انا اللي بحسب. اشوف ده 50 جنيه، سيب لها 60 جنيه، لا سيبها يا رامي 60 جنيه، ما اعرفش ايه. دي منظر، دي منظر. قتلها ازاي؟ هتاخديه؟ هتروحوا فين؟ طيب خدي البس الشبشب يا ريتها، خدها يا مشاهد. ايوه قتلها ازاي؟ البت تأثرت خالص. خدي. قتلها يا باشا الفجر ساعة السحور، راحت تسحرهم، وراحت المؤاخذة تقف على تغسل مواعين وتتوضع عشان تصليش، قاعدة على الكنبة في الانتريه، هو في المطبخ. الريتاج هي نادت عليه، قالت له تعالى يا ابراهيم انت واقف في المطبخ كده لا تعالى، قال لا ما ردش عليه. قالت له تعالى ما ردش عليه. المرة الثالثة هي دارية وشها كده، والريتاج قاعدة وراه، لا جاب السكين من المطبخ. لا راحت له، بقول لك راحت له المطبخ، قام خابطها في ظهرها. قالت خد العيال تحت لسه ما خلصتش، رجع تاني المجرم يخبطها كمان خبطه وعشان تفرفر. المجرم، المجرم اللي ما يعرفش ربنا، اللي ما يعرفش ربنا بيطلع في سبيل الله، اللي ربنا يروح الجامع ربنا يعمل هناك ايه؟ يعمل ايه؟ اللي بيروح جامع ربنا دي بيبقى عارف ربنا ويستغفر ربنا في كل دقيقه ويسبح لله. يقتل مراته وعياله اللي كانت بتعمل له وتجيب له، يخون العيش والملح اللي كله. انا عاوزه حق بنتي النهارده قبل بكره، وحق العيال الاطفال اللي ما غلقوش حاجه. انا عاوزه
عاوزة شنق ضروري. بنتي ما تتشهيدة هو هيموت كافر. بنتي ميتة شهيدة وبقت تجري. النحش ما حدش كان لحقه، والله ما حد كان لحقك. اقول لك استني يا وفاء بتجري، لكن هو هيبقى كافر يقابل ربنا كافر. روح طلب بالشان وحق العيال الاطفال البرع اللي ما راحوش ولاكم يتحرموا من امهم ويتقتلوا قدام عينهم وشايفين امهم. ربنا يرضى بالحكم ده؟ اللي يرضى بالحكم ده مين يقول؟ العيال حكولي وقالوا لي يا تاتي احنا شفنا بابا وشفناه قتل ماما والولد ايده متعور. ابوه كان هيقتل روخر، ابوه كان هيقتل الولد طفل ضناه. اللي ما يبقاش على امه ما يبقاش على ابنه، اللي ما يبقاش على امه وعياله ما يبقاش على ابنه. في ايه؟ في ايه يا ولاد؟ احنا في امان والدين ربنا عاتلنا خير. في ايه؟ وكان بيشتغل يعني، ما كانش صايع ولا كان حاجه، كان بيشتغل وبيكسب ولا بيشرب اي حاجه وزي الفول، وعامل نفسه شيخ رايح جاي، شيخ رايح جاي، وماسك لك سبحه في ايده. دي منظر ده؟ انا عاوزه حكم النهارده قبل بكره. ان امي وابله وفاء اللي قد الدين يجي المطريه الداهليه، عاوزه حكم النهارده قبل بكره عشان انام كده وابقى مرتاحه. لكن لما خدتوه ما نمت، ما خدتش لحق وفاء، ما هرتاحش للابد.